سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا لنا اليوم مملحه كريسبي اللي راح تجي بزاف شبه هذه المملحه، مقرمشه من برا طريه وفارغه من داخل. تقدروا تحضروهم في حفلاتكم ومناسباتكم، تقدروهم مع المشروبات ولا ديروها وصفه للحشا تقدموها مع الشوربه، تجي بزاف بنينه هذه المملحه. قبل ما نبدا وصفتنا، اذا كنتوا اول مره تزوروا قناتي نرحب بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باه دائما يوصلكم الجديد. ويلا نبداو بسم الله على بركه الله في الوصفه تاعنا. وصفتنا راح نحتاجوا فيها 4 كيسان تاع الفرينه. انا هنا عبرت غير بالفنجال، تقدروا تعبروا بالكاس اذا كنتوا عائله كبيره. نزيد عليها مغرف كبيره تاع لحظه ولا حليب مجفف، مغرف صغيره تاع سكر، مغرف صغيره تاع خميره الخبز، ونزيد عليها مغرف صغيره تاع الملح، وزوج معالق كبار تاع الزيت. اذا عندكم زيت زيتون تبقى احسن، يجيكم بزاف بنين. تقدروا تعطروا العجينه تاعكم بشويه تاع زعتر وثوم بودره كما تقدروا تستغنيوا عليهم. وراح نلمهم بالماء. هنا تبدا تضيفوا غير بالتدريج حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. الكميه تاع الماء دات لي نص كاس. طبعا الماء يكون شويه دافي. ومن بعد ما نلم العجينه نعجنها غير شويه كما راكم تشوفوا، حوالي 5 دقائق لا اكثر، حتى السطح تاعها يولي املس. العجينة تاعنا راهي واجدة، غادي نخليها تريح حوالي 20 دقيقة. من احسن تغطوها بكيس بلاستيكي باه ما تديش هذيك القشره من الفوق. هنايا في مقلاة حطيت شويه تاع الزيت، البصل اللي يكون مقطع مربعات صغيره، شويه تاع الملح، ونقليه على نار قليله حتى يذبل. من بعد زدت عليه فص تاع الثوم، نقليه غير شويه، ونزيدو عليه كميه تاع اللحم المفروم. نخليهم مليح على نار متوسطه حتى ما ينشفش هذاك اللحم. في هذه المرحله تقدروا تعوضوه بصدر دجاج تطحنوه، يعطيكم نتيجه احسن من اللحم المفروم. وزدت عليه كمية تاع زرودية مرابية هكا باه تمد لي هذيك الحلاوة للحشو. في الاخير ندير عليهم شوية فلفل الكحل، فرماج، شوية تاع المعدنوس، نخلطو مليح كامل المقادير مع بعض حتى ينسجموا. هذا هو الحشو تاعي، تقدروا تغيروا فيه كما تبغوا. راح نحلو هذيك العجينه، نرشو شويه تاع الفرينه ونحلوها مليح على سمك يكون رقيق بزاف، ونطبعها دوائر. انا وسعت شويه هذيك العجينه، نحط الحشو في الوسط، نزيد عليه قطعه تاع الفرماج، وندير الماء في الاطراف حتى نضمن راح تلصق لي مليح وما تنتحلش، ونغلقها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هنا عندي حبه تاع البيض، درت لها شويه تاع الحليب، خففتها، رشه تاع الملح، ونبدا نديرهم في البيض ومن بعد نرمدهم في لاشابلور. هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. نكمل بنفس الطريقه كامل الكميه اللي عندي، ومن بعد نقليهم على نار تكون متوسطه. انا حميت الزيت مليح من قبل، ومن بعد كي درتهم يطيبوا نقصت عليها وخليتهم يطيبوا على غرضهم حتى يكتسبوا هذاك اللون الذهبي. نقلبوهم على الجهه الثانيه حتى يكملوا الطياب. غير تحطوهم يطيبوا راح تلاحظوا ديك العجينه طلعت شويه، دير هذوك النبابه اللي يجوا بزاف خفيف هاد المملحات. انا بعد ما طابوا على الجهه الاولى قلبتهم على الجهه الثانيه حتى يكملوا الطياب، ومن بعد حطيتهم فوق الصفايه حتى هذاك الزيت يكثر مليح. كما تقدروا تحطوهم في فوق بابي سويتو حتى يمص هذاك الزيت الزايد. نكمل بنفس الطريقه كامل الكميه اللي عندي. وهذه هي المملحه اللي حضرناها مع بعض. نتمنى انكم تجربوها اذا كان عندكم مناسبه ولا حفله ولا عرضه. يجوا بزاف خفاف، غير 2 ورقات ماشي كامل غلط من داخل. نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. سلام.